السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله بكيلو لبن حليب هنعمل 4 انواع من الايس كريم، حوالي 4 كيلو ايس كريم طبيعي بفاكهه طبيعيه، وكمان في نفس مطه الايس كريم الغالي اللي احنا بنجيبه من المحلات. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه في حله كده الاول على البارد هحط 4 كوبايات لبن او كيلو لبن. كيلو لبن او 4 كوبايات، ويفضل ان هو يكون مش مغلي. هحط على كيلو اللبن دوت كوبايه مليانه سكر. 4 كوبايات لبن هياخدوا كوبايه مليانه سكر، كده هيكون سكره مظبوط. ونزلت عليه ب3 معالق نشا، 3 معالق كبار نشا، ما يكونوش مليانين قوي، مش هرميين، مليانين بس مش هرميين. وحطيت زيهم لبن بودره، 3 معالق لبن بودره. هقلب كل حاجه الاول على البارد قبل ما اولع البوتاجاز. بعد كده اولع بقى النار وايدي فيه على طول، لازم ايدي فيه على طول عشان خاطر النشا ما تكلكعش. هقلب على طول اول لبن ما يسخن كده معايا، يبدا يسخن معايا، مشيلش ايدي خالص من الحله. تقليب مستمر لحد ما تبدا بقى تغلي كده وتتقل معايا. كده خلاص بدات تبخر كده معايا، البخار طالع منها، يبقى كده خلاص قربت تغلي وبدات تتقل. فايدي فيها على طول، لازم ايدي فيها على طول لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه، واسيبه يغلي شويه كمان عشان خاطر ما يبقاش فيه طعم النشا. لان هو لو مغليش كويس، لو اللبن بالنشا مغليش كويس استوى كويس، هنحس بطعم النشا في الايس كريم. فلازم ان هو يستوي كويس. اول ما تلاقيه بقى عمال يبقبق معاكي كده ويغلي كويس، سيبيه شويه وبعد كده اطفي عليه. ركنته بقى برد، وبعد ما برد خالص دخلته التلاجة. بعد ما سقى كويس خرجته بقى من التلاجة، واضرب فيه فتره بقى كده ما تقلش عن 10 دقايق بالمضرب، او احطه في الخلاط. لو ما عنديش المضرب الكهرباء دوت احطه في الخلاط. دي كوبايه ميه كده متلجه، لازم تكون ميه جايه من الفريزر كده فيها تلج. وبعد كده احط كوبايتين كريم شانتيه كده عليهم بالمج الكبير دوت، او بالكوبايه المعياريه ما تقلش عن كده، عشان خاطر يكون طعمه حلو. كل طبعا من كتر فيه الكريم شانتيه بيكون طعمه حلو. انا حاطه كوبايتين كبار، لو الكوبايه عندك اصغر من كده حطي كوبايتين ونص. اضرب بقى بالمضرب كده حوالي 10 دقايق، ما نقلش عن كده. وبمعلقه كده انزل دايما الجوانب كده عشان خاطر ما يبقاش فيه حاجه مكلكعه ولا حاجه ما اتضربتش مع الكريم شانتيه. طبعا لو ما فيش المضرب ده حطيه في الكب او في الخلاط، وسيبيه برده شغالي حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، تدفي وتشغلي عليه كده لحد ما تلاقي كميته زادت كده معاكي. يعني هخليني اضرب فيه كده حوالي 10 دقايق بالمضرب لحد ما الكميه معايا زادت كده، مليت البوله كلها. كل ما اضرب اكتر بالمضرب او بالخلاط حجمه هيزيد معايا. هلاقي الكيلو اللبن ده عمل لي حوالي 4 كيلو ايس كريم. وطبعا ادوقه، لو لقيته دلع قوي معايا، طبعا انا حاطه الكريم شانتيه من غير سكر. لو الكريم شانتيه عندك بسكر حطي 3 كوبايات مش كوبايتين بس، يبقى لازم 3 كوبايات عشان خاطر طبعا السكر هيكون فيه كتير. انا حطاه ساده من غير سكر، وكده طعمه بقى مظبوط قوي معايا. كده خلاص خلصت الضرب كده بالمضرب. هعمل بقى الاطعم اللي عندي. انا هعمل اول طعم بالفانيليا، وطبعا بالاوريو لو متوفر بيكون حلو قوي. اي بسكوت كده بالشوكولاته بندون، بسكوت اللي هو زي الاوريو او البوريو دون، كسريه كده بايدك وحطيه قلبيه عليه، ده بيكون طعمه جميل جدا، كل الاطفال بيحبوه. وكمان زودت عليه كيس فانيليا، ده عشان خاطر يديله طعم بقى الفانيليا، الايس كريم بالفانيليا. بس كده كل طعم يا دوب هيتقلب بس كده، وبعدين يتحط في علبه ويتركن في الفريزر. كده خلاص حطيته في علبه تانية. دلوقتي هاخد طعم تاني. خدت شويه تانيين حطيت عليهم دي منجيه كبيره كده متلجه، لازم تكون متلجه طالعه من الفريزر. ضربتها كده في الخلاط، وبعد كده هقلبها على شويه تانيين من الايس كريم. ده هيكون ايس كريم المانجا، طبعا طعمه حلو قوي. وهحطه بقى في علبه تانية. لو انت عايزه تزودي اللون، لو عايزه تحطي اللون الاصفر عليه تزودي اللون بتاعه حطي. دلوقتي هعمل ايس كريم الشوكولاته. خدت شويه كمان وحطيت عليهم معلقتين كبار كده كاكاو، ده خام من غير سكر. قلبته وحطيت معاه معلقه كبيره كده من النسكافيه او قهوه كده برده بالشوكولاته، طعمها حلو قوي. دي بتزود طعم الشوكولاته فيها وبتخلي طعمها حلو جدا. قلبتها بقى كويس، لازم اقلبها كويس عشان خاطر لونها كده يبقى موحد. وطبعا ادوقها، لو لقيتها دلع ازود لها معلقه عسل نحل او معلقه شربات تقيل. لازم كل الايس كريم ادوقه، عشان لو طعمه لقيته دلع ازود له معلقه عسل نحل او ممكن معلقه سكر بودره او شربات تقيل. بس كده ده الطعم التالت. وده كمان كيس كراميل جاهز، قلبته على شويه تانيين، هيدينا ايس كريم بالكراميل برضو طعمه بيكون حلو قوي. اي طعم بقى عايزه تعمليه اعمليه. ودول حبه فراوله برضو من الفريزر، حبه صغيرين قلبتهم برضو على حبه كمان. دول حوالي كل حاجه منهم حوالي نص كيلو، لكن العلب الكبيره دي كيلو واكتر كمان. يعني عملت حوالي اكتر من 4 كيلو من الايس كريم. دلوقتي معايا كمان العلب اللي هي بتاعت الاستيك دي، اعبي فيها. حطيت فيها بقى كله على بعضيه كده عشان خاطر تكون ملونه، تكون فيها كل الاطعم مع بعض.
املى العلبه بقى وانضفها بس كده، وبعد كده اغطيها. ولازم طبعا بعد ما اخلص احطهم على طول في الفريزر. لازم طبعا في الفريزر مش اقل من 6 ساعات او 8 ساعات، او لو عاملاها بالليل سيبيه ليله كامله. انا كنت عاملاه في اليوم ده بالليل، فحطيته في الفريزر لحد تاني يوم، فكده بضمن بقى ان هو يبقى متماسك ويبقى ايس كريم بقى طبيعي. بس كده خلاص طلعته من الفريزر. قعد معايا حوالي 12 او 15 ساعه كمان في الفريزر، بس طبعا من 8 ساعات كان خلاص كويس. واول ما بطلعه بسيبه شويه، لان طبعا اول ما بطلعه من الفريزر بيكون متلج جامد، فمش هعرف احطه في البسكوت او في العلب. بسيبه شويه يفك كده عشان خاطر بقى يديني المطه اللي فيه دي. سبت حوالي ربع ساعه كده او 10 دقايق، بقى فيه بقى المطه بتاعت الايس كريم الغالي دي. طعمه حلو جدا، مش بقى زي التلج اللي بيتباع اللي هو بيتكسر معاكي كده، ده تحسيه تلج بس كده. لكن ده الايس كريم فيه المطه بتاعته، مهما قعد معاكي وساح ما بيسحش بقى يبقى ميه معاكي ولا اي حاجه، بيخليه ايس كريم طبيعي في المطه كده بتاعته. اعمليه بقى في البسكوت كده ماشي، او في علب براحتك. البسكوت ده عادي، البسكوت يعني بجنيه او اقل من الجنيه من محلات الايس كريم. ده بيتحط فيه كده بيكون طعمه حلو قوي، او تعبيه بقى في كاسات او علب زي ما انت عايزه، وتحط طبعا في الفريزر وتطلعي منه على طول. ده مهما قعد يعني دي ساحه اهي، ما بتبقاش ميه ولا اي حاجه، بتخليها ماسكه نفسها كده، ونفس مطه الايس كريم فيها زي ما هي. كل الاطعم معايا حلوه قوي. طبعا لو ما عندك اي فاكهه تانية عايزه تعملي بيها اعملي، عندك خوخ في الفريزر اعملي بيها، موز برضو تعملي بيه، اهم حاجه تحطي الفاكهه الاول تتلج. شايفين المطه اللي فيه؟ نفس الايس كريم الجاهز بالظبط، ما حطيناش عليه جيلاتين ولا حليب مكثف ولا اي حاجه. اقتصادي جدا، مكلفناش كتير، وفاكهه طبيعيه احلى كتير من الجاهز اللي بره. واي طعم بقى تحبيه ممكن تعملي بيه. وكمان لو موجود الالوان الطبيعيه كده بتجذب النظر وبيكون شكله حلو قوي. والاستيك كمان اول ما تطلعيه كده من الفريزر بقى بتشيليه على طول، تحطيه في الشوكولاته كده كمان بيكون حلو قوي، بيكون زي الجاهز بالظبط في الشوكولاته والمكسرات. بس انا بصراحه سبته بره شويه فلقيته سايح، جيت اطلعه لقيته سايح. هدخله تاني الفريزر بقى، ولما يجمد نبقى نعمله بالشوكولاته. كده بقى تحطي كمان، عايزه تحطي اي مكسرات على وشه كمان هتحطي. عملناه بمنتهى السهوله في البيت، وحاجه مفيده، مش التلج بقى اللي موجود بره، لبن طبيعي وفواكه طبيعيه، فطعمه حلو جدا ومفيد. الطريقه دي اقتصاديه وسهله وزي الايس كريم الطبيعي بالظبط. طبعا انت لو عايزه فاكهه وكريم شانتيه بس برضو هيتضرب في بعض، الفاكهه وكريم شانتيه بس هيكون ايس كريم طبيعي، بس هيكون مكلف شويه. لكن ده احنا بنعمله بالنشا وباللبن، بيكون اقتصادي وفي نفس الوقت طعمه حلو جدا. لو جربتيه ان شاء الله مش هتغيري الطريقه دي. وكمان ممكن تزينيه بقى باي حاجه تعجبك، ممكن تحطي عليه شوكولاته او تحطي عليه قطع فاكهه زي ما انت عايزه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.